إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. حبابكم يا شباب. إن شاء الله الصوت واضح بس. والله حبابك يا آدم وحباب كل الشباب إن شاء الله. ربنا يمسيكم كلكم بالخير إن شاء الله. إن شاء الله الصوت واضح بس. والله حبابكم كلكم يا وأنا أول حاجة في ناس ما قاعد توصلون الإشعارات بتاعت اللايف. ودي في مشكلة في الصفحة يبدو يعني لأنه في ناس كتار بيقول لي يا أخي اللايف ما بجينا فيبدو إنه في مشكلة لما الصفحة يكون فيها مشكلة بتاعت بلاغات كثيرة. فمحتاجة أي زول دائما يعني محتاجة كل فترة الزول ينشط يعني المتابعة اللي هي الفلوين دي لازم كل فترة كده تعمل تنشيط للفلوين عشان تجيك اللايفات يعني. ففي مشكلة في الشبكة فأي زول عنده إشكالية ما بيجيه اللايف ما بيصهر له اللايف أرجو إنه يجدد المتابعة حقته يعني. فدي واحدة من الإشكاليات يعني. فأنا بعتذر من الناس لأنه في ناس كتار والله ما بيقول لي ما حضرنا اللايف ما جاء مين بيجينا إشكالات كثيرة كده. أنا هتكلم في اللايف ده عن حرب البيانات والتصريحات. أمس كانت في تصريحات مشهورة جدا ابتداء من رئيس المجلس السيادي مرورا بمني وختاما بجيلمان وعبد الرحيم دقل وأيضا عنده تصريح مشهور جدا. هتكلم عن التصريحات دي ومدلولاتها وزمنها ونربطها مع بعض. لكن قبلها وبرضه هتكلم عن قضية رفع العقوبات وكده
والليلة المغرب يبدو إنها يعني طبعت مع إسرائيل حسب كلام ترامب. ولكن في البداية كده خلينا أعقب على المؤتمر بتاع لجنة إزالة التمكين. الليلة طلعوا ناس وجدي صالح بعد غيبة طويلة جدا، وواصلوا المسلسل بتاع الأراضي وأراضي، وإنه والله يا أخي حاولوا إنه المؤتمر ده، أنا الشيء فهمت منه إنه هم حاولوا إنه بقدر المستطاع يدوا إشعارات إنه نحن قاعدين ونحن شغالين وكده، وفصلوا الناس يعني. لكن ما في جديد، لأنه الشيء اللي بيتم هسه ده كله بيعتبر عبث باسم الثورة، وعبث باسم السلطة، وعبث باسم كل شيء. انت وقت اصلك عندك ادله دامغه انه الناس دي موغلين في الفساد، زي فضل محمد خير سلطان ده قلت عمل تسويه مع الجهاز الامني ودفع 50 مليون قبل كده. التسويه دي تمت بناء على شنو؟ انت ما تشيل الناس دي توديهم القضاء يا اخي، انت زول عندك ملفات وعندك الكلام ده كله، ما انت المستفاد شنو؟ انا بس هسه دار اصل ما حصل قبل كده. اللجنه طلعت ورجعتوا الناس يعني. هسه بتاع البترول ال 500 وشويه ديل اللي حصلت ازمه الان في البترول، طلعوا رجعتوا منه انكشف ب 12 نفر، واحد منهم لانه اخوه مدير الجهاز او نائب مدير الجهاز. طلعتوا وقلت والله يا اخي حصلت اشكاليات هنا وهنا وسنرجع الناس، نفس الناس ديل. ليه؟ لانه كل الفصل التم ما بالقانون، الكلام ده ما في شيء بيسنده قانون. لكن انا باخذ اشارات مثلا في التلفزيون، شالوا من هيئة الإذاعة والتلفزيون 19 نفر، من الهيئة القومية للتلفزيون شالوا 60 نفر، من إذاعة البث، المهم مجمل الناس الشالوه من الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون 84 نفر. انتوا متخيلين انه قبل فترة كان في احتجاجات في التلفزيون يعني، الناس مشوا التلفزيون عملوا وقفة احتجاجية ضد لغمان، طالبوا بتحسين الوضع المادي للناس في التلفزيون يعني. فانت الان متهم انك انت النازل انت في مواجهه ضده، المفروض تو يمشوا القضاء يعني عندهم حقوق. الحاجه الثانيه السؤال كده يعني، ما سنه ونص النازل كانوا كيزانوا شغالين في الدوله يعني، الجد جديد شنو؟ هو الجد جديد شنو؟ الخلاك انت الليله فجاه تطلع تشيل لك 85 موظف في التلفزيون. يعني هسه ازمه الثوره دي كانت في موظفين التلفزيون؟ ما هو سؤال يعني، كانت في موظفين التلفزيون. لكن ديل لانه عملوا احتجاج وطلعوا بمطالب، يعني ناس عندهم مطالب مشروعه. زول قاعد في البيئه داري يحسنوا له بيئته زي ما المعلم داري يحسنوا له بيئته، ومنو داري يحسنوا له بيئته. الان انت جيت بكل اريحيه لانه الناس احتجوا ضدك، شلتهم وخلاص. بكره تجيب حتى التلفزيون ذاته بيقوا ما يفرقوا بين القاف والغين يعني. نحن ممكن ما نفرق يعني. احنا ممكن نكتب نحن ممكن نعمل الخطأ ده يعني، ممكن نقول والله خطأ إملائي وكتبت لك بوستي وما بعرف المضارع وما بعرف قدمته وأخرته ورفعته ونصبته ورفعت كده، لكن مقبولة يعني. ممكن نقول والله ده نحن. لكن في التلفزيون هسه شوفوا التلفزيون، شوفوا الخيابة بتاع التلفزيون ده. التلفزيون المشي جاب له واحدة هي فاشلة في حياتها دار تعلم الناس يعني انت ما ممكن هسه لما تجي الليله دار تجيب لك زول عشان يقدم تجربه، بتجيب زول تجربته ناجحه يعني. الزول اللي بيجي يتكلم عن المعاشره الزوجيه، اذا خلاص نحن مشاكل السودان دي كلها بقت في المعاشره الزوجيه، جيب لك زول ناجح في المعاشره الزوجيه وقدم نموذج للمعاشره الزوجيه التي انتجت اسر وابناء صالحين في المجتمع. جبت لك حتى الزول اللي جبته في المعاشره الزوجيه شردت منها الشهر الاول طلقوها وعندها اشكاليات نفسيه وبقى ذاتها مجنتره ذاتها فكه منها ذاتها. فما ممكن تجيب لك زول فاشل في حياته، زول فاشل في حياته يعني. ما نحن وصلنا مرحله الانحطاط، نحن الليله في دوله اسمها دوله الانحطاط. لما انت تطلع الليله تقول لي والله ما بعرف فلان عنده اراضي ونافع عنده 450 فدان، ما خلاص نافع ده عنده 450 فدان، مش عنده 450 فدان، ما تشيل الورق بتاع ال 450 فدان وتشيل نافع تودي المحكمه. ما انت خلاص، انا ما خلونا نتكلم بالقانون يا اخوانا. انا لانه عندنا ازمه، طبعا في ناس عندهم ازمه بتاعت مفاهيم. في ناس انا لما اتكلمت شايف في ناس بيقول لك ده وكيزان وبتاع. يا اخي انت افهم زي ما داير تفهم، لكن نحن نتكلم عن معايير. انت نافع ده مش عنده 450 فدان؟ انت هسه قلت ود نافع صادرتها، انا لاقتني ما اعرف هل هي، انا ما سمعته والله، المؤتمر ما سمعته.
لكن رسلوا لي المقتضبات حقته، او شفت المقتضبات حقته بعد ذاك الخلاصه حقته لانه ما بسمع والله، ده ضيع وقت ذاته. يعني على الاقل الزمن اللي بتسمع فيه لجنة افتح لك كتاب، اقرا لك جريده، اقرا لك حاجه بتستفيد ذاته، تدخل لك كلمه كلمتين في عقلك ده. يا اخي انت ود نافع تاني قالوا منه ود نافع واحد الابناء، يا اخي عنده فدان، ما تشيله بفدان وورقه ما ثابت، ما جريمه بتاعت فساد، شيلوا بورقه ده وطوالي وديه المحكمة، وطوالي بالمحكمة بالقانون، تبلوا بالقانون. لكن ده سواقة ساكت بالخلا. انت الليلة حسيت انك انت سقطت، انت ساقط الساق، انتوا ما سقطتوا اصلا، من ناحية سقطتوا دي سقطتوا في نظر المجتمع، في نظر ما تحاولوا ترجعوها ما بتترجع، لأنه النظرة الآن كلها 19 ديسمبر. ماذا سيحدث في 19 ديسمبر؟ زي ماذا سيحدث في واحد. وتتذكروا لما الناس جو وعملوا كانت كم الأحداث يا ربي؟ كانت 21 ديسمبر صح؟ سبتمبر. تتذكروا الأحداث والدعوة بتاعت اللي خلتهم مشوا يدفعوا القروش لترامب. تعرفين هسه قبل شوية في الجزيرة، أنا قاعد أتابع في الأخبار في الجزيرة، إنه المغرب طبعت مع إسرائيل أو وافقت تطبع مع إسرائيل. المغرب، أنتوا عارفين المغرب، دولة المغرب دي الهسه الآن مشت في، ما كانت أصلا بتتكلم عن التطبيع. يعني الناس كان بيتكلم عن 5 دول، ال5 دول ما كان خاتين فيها المغرب. أنتوا عارفين المغرب طبعت مقابل شنو؟ المغرب لما تخط المغرب كدولة وتخط السودان كدولة، المغرب عندها مشكلة في جبهة اللي هي في الصحراء الغربية مع جبهة البلوساريا، اللي هي بقول لها البلوساريا، ولا اللي هي اللي هي جبهة مشهورة بتاعت البلوساريا دي، اللي عنده النزاع بين المغرب وموريتانيا اللي هي الصحراء الغربية. فالناس دي مما طلعت إسبانيا لأنها كانت محتلة إسبانية، لما طلع الاحتلال الإسباني خلى جبهة أو خلى الصحراء الغربية دي تحت سيطرة مش سيطرة، يعني ما أداهن السيادة، لكن خلاها تحت الإدارة بتاعت موريتانيا والمغرب. الموريتانيا مشت عملت في 21 أكتوبر موريتانيا مشت عملت ديل مع الجبهة دي بتاعت البوليساريا دي، عملت معاه ديل. المغرب استل يعني كان كل مرة كده بتمشي عشان تفرض سيادتها على الجبهة دي، ما قدرت تفرض سيادتها على الجبهة دي. هسه الليلة هم طبعوا أو وافقوا إنه يطبعوا مع إسرائيل، لكن أمريكا قامت أدتهم حق السيادة أو اعترفت لهم بسيادتهم على الصحراء الغربية، وده مكسب بالنسبة لهم. يعني بعد ده تاني الجبهة بتاعت البوليساريا دي، ولا سميها أنا قد أكون ما كنا تقطع صح، الجبهة دي تمشي محل ما تمشي بعد ده. لكن المغرب الآن في إطار النزاع ده، النزاع بين المغرب وموريتانيا، طبعا نزاع الصحراء الغربية ده ما نزاع كبير حتى تخش في الجزائر يعني. لكن عشان هم ياخدوا حقهم، يدون حق السيادة حقت الأرض دي، الآن هم مشوا طبعوا مع إسرائيل مقابل إنه أمريكا أدتنا السيادة والاحترام. بعد ده تاني خلاص هم ما سائلين في زول. الآن المغرب بعد ده ما سائلة في زول، بعد ده ممكن تحارب الجبهة دي، ممكن تعتبرها جبهة متمردة، ممكن تعمل الكلام ده كله. أنا قلت الكلام ده في معرض الكلام ده ليه؟ لأنه في معرض الحديث ده الليلة في كلام في الصحيفة الديمقراطية أو صحيفة الديمقراطي جاد اتكلمت إنه أمريكا قالت سترفع قالت أو وزارة الخارجية الأمريكية الليلة اتكلمت عن إنه عشان يتم رفع السودان من قائمة الإرهاب أمريكا عرضت أمريكا 150 مليون دولار. صياغة الخبر، طبعا صياغة الخبر لما تقول لي أمريكا عرضت، بديك إنه أمريكا هل هي هتدفع أمريكا ولا نحن هندفع. لكن يبدو إنه صياغة الخبر من أنا زي ما قلت هي قالت أمريكا تعرض مبلغ 150 مليون دولار أخرى. يعني لما تمسك كلمة أخرى وأمريكا تعرض، في العادة لما يجي خبر يقول لك أمريكا مثلا عرضت 5 مليون دولار لمن يأتي براس أسامة بن لادن، أمريكا عرضت كده. لكن هنا المقصود
مش أمريكا عرضت إنها تدفع، لا، لكن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت عرض بأنه تاني عشان يتم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب دايرين تاني 150 مليون دولار. أنا فهمت الخبر في هذا السياق، وده كله في إطار المماطلة. ده في إطار المماطلة، لأنك أنت زول مماطل، ولأنك أنت زول ما عندك. نحن دولة الليلة بيطلعوا ناس في مؤتمر صحفي بيضيعوا فيه قلنا لهم أنت تضيعوا في العدالة. أنت قلت شلت 210 مستشار من وزارة العدل. نحن دايرين نسأل، وسؤال مشروع جدا، السنة ونص في 210 مستشار كان بياخدوا مرتبات وبياخدوا نفقة الدولة وساكنين على حساب الدولة، ده كله انت ما كنت عارفهم؟ ولا انت كنت شغال شنو؟ ولا كنت عارفهم وساكت عنهم؟ هل هم ديل المستشارين ولا ديل وكلاء النيابة؟ لأنه التسميات، ما انت قاعد تتلاعب بالقانون. الليلة المحكمة حكمت ببراءة أو حكمت بشطب البلاغ بتاع المرحوم عبد الله حسن أحمد البشير ربنا يرحمه في القضية بتاعت مصنع شواهق اللي انت أقمت عليه حجة وحاكمته يسفيريا، والزول الآن أفضى إلى ربه، ربنا يحاسبه يغفر له ويدخله جهنم يوديه الفردوس بين يدي ربي. القومت الدنيا وقعدت الأرض عليها. المحكمة الليلة شطبت البلاغ. ليه شطبت البلاغ؟ لأنه ده كلام ما عنده علاقة بالقانون. الليلة جاي تقول لي أنا شطبت فصلت 84 موظف من التلفزيون. انت عارف الفصل ده معناته شنو؟ معناته ما عندهم حقوق. في فرق بين زول يفصلوا، اي زول بيتفصل من الدولة دي معناته فصلته لسبب بسيط، لسوء السير والسلوك او للتقصير او لسبب. الفصل ما بيترتب عليه حقوق. انت 84 ده شغالين سنة ونص بيبسوا لك في برامجك وطلعوا لك كل. هسه بنتكن الامس جات تتكلم في التلفزيون، بنتكن المبشوكة دي الله لا كسبها خير دي، اسأل الله سبحانه وتعالى انه ربنا يفتح لها برجل ذو مروءة على الاقل يعالج لها مشكلتها العاطفية اللي خلتها بقت طاشة شبكة. انا اسأل الله ذلك، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان شاء الله الكيزان ذات يتبرعوا لها بزول. يا اخي ما بتحلوا مشاكل الناس، حلوا مشكله البيت دي عشان ما تجي نطلينا كل مره في التلفزيون، عشان ما تجي بكره تاني نطلينا في التلفزيون. استروها يا اخي، من ستر مؤمن في الدنيا ستره الله في الاخره. كيزان دقوا صدوركم استروا البيت دي عندها مشكله، والله مشكله اسريه في النهايه خلتها تطيش شبكه. فديل ذاته يستضافوا لكم الوسخ حقكم ده. انت الليله جاي تفصل الناس ديل فقط لانه الناس ديل انت يا دوبك الليله عرفت انه هم كيزان؟ ولا لانك انت فصلت الناس ديل لانه الناس ديل طلعوا طالبوا بحقوقهم؟ لانه طلعوا احتجوا ضد لغمان وقالوا لك انت في التلفزيون دي في حقوق جيبها رجع لنا، لانه ديل كيزان؟ هل لانه سؤال بس، هل لانه هم كيزان؟ اذا هم كيزان قاعدين سنه ونص شغالين في التلفزيون ليه؟ انتوا ما قاعدين تفرقوا بين الدولة والحكومة؟ لكن لانه الليلة البلد ما مسدود، انتوا الليلة بتفكروا ليوم بكرة يوم 19 دي اللي بيحصل فيها شنو؟ انتوا الان بتفكروا انكم دارين تخدروا الشارع، لكن انا ابدو ان الشارع وصل مرحلة من الوعي ما ممكن تخدروا انت، لانك انت ممكن تجي تعمل لك كلام انشائي. فصل لك 30 سفير. سؤال، 30 سفير فصلته من وزارة الخارجية. ال 30 سفير ديل قاعدين سنة ونص بياكلوا في قروش البلد وبياكلوا في قروش الدولة وانت عارفهم كيزان؟ ليه ما فصلتم من بدري؟ والحق القانوني ال 30 ديل ما دارين حقوقهم وعندهم حق على الدولة وخدموا الدولة بتجي تفصلهم في مؤتمر صحفي؟ ده القانون اللي انتوا دارينه؟ ده القانون اللي دار تأسس له البلد؟ دي الدولة دارين تبنوها انتوا؟ لما طلع الزول نختلف نتفق معاه، لكن خلاص هو جزء من شلة الفساد. نادر عبيد ده ما قاعد يقول كلام، انتوا ما تواجهوا نادر عبيد. لجنة إزالة التمكين دي مهمتها شنو؟ فكرتها وانشأت لشنو؟ الفكرة وانشأت لشنو؟ التمكين ذاته إزالته الفكرة وانشأت لشنو؟ بس خلينا ناخد فزلكة صغيرة كده، بس ناخد حاجة كده عشان نقول ليه التمكين ده جابوا اللجنة دي؟ اللجنة دي جابوها عشان تعمل شنو؟ عشان تسترد المال لصالح الدولة السودانية. دي مهمة اللجنة، إنها تسترد أموال النهبوها الكيزان. ال 30 سنة دي النهبوها الكيزان تعود إلى خزينة الدولة السودانية.
ده الجوب حق اللجنه. اللجنه دي المفروض تعمل عشان تعيد المال ده، المفروض تستعيده بشنو؟ لانه الان انت عندك قضايا، انت الان رجعت مهندسين في البترول ستدفع لهم حقوق وهتدون تعويضات، وكل الناس اللي فصلتهم ديل الليله بكره بعد 5 سنه بعد 6 سنه اذا ما داخل القضاء داخل السودان ممكن يلتجوا لاي قضاء عادل برا، والدوله السودانيه ستتكفل ملايين الجنيهات. الليله لجنه ازاله التمكين شغاله سنه ونص، المدارس ما فتحتها. ما إذا لجنة إزالة التمكين دي شغالة سنة ونص، صادرت كل الأموال وجابت أموال الكيزان، الأموال دي مفروض تمشي لوين؟ مفروض توجه وين؟ مفروض توجه طوالي للدولة، توجه تشوف أنت الأولوية عندك شنو. الآن نحن عندنا 2 قطاع أولوية عاجلة جدا، قطاع الصحة وقطاع التعليم. الآن ما قادر تفتح التعليم، وقت ضغطوك قلت الكيزان. القضية ليست في الكيزان، القضية في القروش، التسيير والمكاتب والعربات والمعلمين يقعدوا والإجلاس والطباشير وطباعة الكتاب، الصرف بتاع التعليم. انت الان عندك لجنة شغالة وطلع وجه صالح بخشمه قال اللجنة دي بتدخل في اليوم منتوج هذه اللجنة قبل يوم الليلة. طبعا الليلة قالوا خبطة كبيرة جدا، فالليلة خلاص، لكن قبل منتوج الليلة الدولة دي عندها $1,000,000 في اليوم، $1,000,000 في اليوم، والمدارس ما فتحت. الآن أنت عملت تأجيل للتعليم للمدارس، قلت الآن طلع قرار 3 أسابيع و3 أسابيع و4 أسابيع و5 أسابيع، هتمشي الشغلانة، هتمشي. ليه؟ لأنه الكلام ده كله كلام ساكت، ما بيسندوا قانون ولا قايم عليه قانون. لكن للأسف إنه هذه اللجنة الآن قاعدة تضيع في مجهودات كبيرة جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه، لأنه ستدفع ثمن الدولة السودانية في النهاية، تدفع التشريد اللي بيحصل للأسر. في ناس اتشردوا واتفصلوا من دون أي ذنب، فقط وظيفتهم كانوا موظفين في الدولة. ما بتاع الإعلام ده ما موظف في الدولة، أنا زول الإعلام ما موظف في الدولة، شغال في التلفزيون، ما تلفزيون الدولة، سموه تلفزيون جمهورية السودان، ما الآن التلفزيون تبعك. هسه التلفزيون الآن بيظهر فيه زول أنت لك أنت. هسه الليلة أنا في قائمة بتاعت صحفيين ممنوعين من الظهور في التلفزيون السودان، ممنوعين انه يظهروا في التلفزيون السودان. ليه؟ لأن التلفزيون حقك انت وقفت منه صلاة الجمعة، مع انه صلاة الجمعة ما حقتك انت وقفت، ألزمت العاملات في التلفزيون حتى الحجاب ما يلبسوا، لأنه التلفزيون بيعبر عن الدولة. في فريق يا أخي انتوا تفهموا 200 هم أسوأ ناس ذاته الإعلاميين ديل، لأنه مشكلتهم ما عندهم مبدأ. الدولة اتغيرت، بيمشوا سياسة الدولة، ما الواحد شغال بمرتب انت بتفتكر الناس قاعدين هسه فصلتوا ال84 دول كلهم كيزان؟ هم الكيزان لو عندهم 84 قاعدين في التلفزيون في مؤسسات كان سقطوا؟ يا اخي لما تسيبوا العبط حقكم بتعملوا فيه ده. نمشي للنقطة اللي بعدين، التصريحات. أمس طلعت تصريحات، طبعا أمس صرح البرهان، وصرح مني أركب الناي، وصرح عبد الرحيم دقلو، وصرح إبراهيم الشيخ. لكن أنا أبدأ بإبراهيم الشيخ. جيلمان، عمك جيلمان ده أنا أبدأ بيه. اللي طلع أمس هو طبعا التصريحات دي كله تصريح إنه مقابله. إبراهيم الشيخ طلع تصريح، إبراهيم الشيخ ده أربطه طوالي بالتصريح بتاع السفير البريطاني، وأربطه طوالي بالمحور بتاع الإمارات، لأنه هم ديل أولاد الإمارات شغالين، وهو الآن واحد من الناس الوحيدين انه يجي رئيس وزراء، في حال اننا ما قدرنا نحافظ على حمدوك. دي الخطه الداخليه عندهم. الان في بدائل هم انه والله ابراهيم الشيخ، عمر الدقر، اذا في حاله انه الشارع رفض حمدوك، في حاله انه خلاص الشارع استعصى، نحن هنعمل تغيير شكلي انه نقول والله تم تغيير حمدوك هذا ما بيهش ولا بنش بابراهيم الشيخ او عمر الدقر. طلع ابراهيم الشيخ قال لك والله الاسلاميين لن يحكموا السودان. اوكي، الاسلاميين ما بيحكموا السودان، هو داير يقول كده، يعني انه والله الاسلاميين ديل ما يحكموا السودان، وداير يدي رساله برا انه نحن مسيطرين وكده. انا داير اساله ذاته الجيلمان ده، السنابل الحلوه والجميله دي كده، تعالوا اقعدوا في الارض تحت. انتوا شنو كل زول داير يطلع في الكفر ماسكنا اسلامي؟ في فريق طبعا. انت داير تقول اول حاجه ما تقول اسلاميين، قول المؤتمر الوطني. اول حاجه التعريفات. انت زول في يوم ايام كنت رئيس حزب، وانت زول الليله طالع في الكفر.
ما تقول اسلاميين، لانه الاسلاميين دي مدرسه كبيره جدا. انت تقول المؤتمر الوطني ما بحكم البلد، دي حاجه تانية. الحاجه الثانيه يا ابراهيم الشيخ، جيل مان، سيخ مان. انت لحد 89 كنت شنو؟ الناس اللي هسه شابكيننا ابراهيم الشيخ وعنده قروش، تعال هنا. ابراهيم الشيخ سنه 86 كان رئيس المجلس الأربعين لاتحاد طلاب جامعه الخرطوم. 86 كان رئيس المجلس الأربعيني لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم سنة 86. ووقتها كان بيطلع بيمشي بيشتغل في الهيئة القومية للكهرباء إبراهيم الشيخ ده. يعني 86 كان هو استل طالب في جامعة الخرطوم، وتوظف سنة 77 في الهيئة القومية للكهرباء. كان موظف بعامل بيمشي بيتوظف في كهرباء، وهو خريج اقتصاد جامعة الخرطوم. سنة 86 كان رئيس الاتحاد. يعني ابراهيم الشيخ من 86 ل 89 3 سنة عشان نجيب عليك بالتواريخ كده، عشان نوريك الناس اللي هسه جايين يطلعوا في الكفر يقول لك والله الكده. ما انتوا اللي عطلتوا الثوره، وعطلتوا الثوره لشنو؟ انت زول اتخرجت من الجامعه دي، اتخرجت 87، في خلال سنتين عملت الثروه حقك دي. الانغاز ما سنه 89 لما جا الانغاز ما فصلوك، كنت موظف في الهيئه القوميه للكهرباء. وليه فصلوك؟ ده ذات سؤال نحن نسالك، فصلوك ليه؟ الانغاز فصلتك سنه 86 ليه؟ زي ما فصلت الدقير لانه كان مهندس برضه شغال في ما اعرف في واحده من الاقسام بتاعت النسيج، المهم شغال مهندس كده. لكن انت ابراهيم الشيخ ذاتك مع 89 فصلوك من الهيئه القوميه للكهرباء، باعتبار انك انت زول زول مؤتمر الطلاب المستغلين. هم ديل كانوا كده، يعني كانوا في الجامعه بيمثلوا مؤتمر الطلاب المستقلين، اللي بيتكلموا عن انه والله يا اخي نحن الاحزاب دي ذاتها ما بتنفع وكده، لكن هم تحت طبعا مخترقين بيساريين دي ما مشكلتنا، خلينا نمشي منها. لكن خلينا نجي في النقطه بتاعت ابراهيم الشيخ. ابراهيم الشيخ انت تخرجت من جامعه الخرطوم 86، كنت رئيس اتحاد طلاب جامعه الخرطوم. اذا قلنا ما انك انت بليد ومخك تخين وكده، تخرجت 87 من جامعه الخرطوم، و89 لما قامت الانغاز كنت موظف في الكهرباء. انت عملت قروشك دي كيف؟ الليله ثروتك 3 مليار، ثروتك 3 مليار. تعالوا جيبوا نقعد في الارض تحت نتكلم كلام عقل ومنطق. في زول ودناس، بين قوسين ودناس، في زول ودناس وفي زول وطني في الانغاز دي بيعمل قروش. بس سؤال، انا بسألكم بس سؤال، في زول وطني ودناس بين قوسين شريف صاحب الا ما ندر وشذ، الا الناس اللي قعدوا في سوق الله اكبر دل واشتغلوا. الانغاز دي لما جات ما حاربت الناس كده. انا اديك نموذجين بس، خلي ابراهيم الشيخ ده اولاد الشيخ مصطفى اللمين اللي قدموا للبلد دي هاي نميري كرمون لمواقفنا الوطني، هسه الليله قضاياهم في المحاكم. المرحوم ادم يعقوب ربنا يتقبل ويرحمه، الشال السكر بتاع طريق الانغاز الغربي، رجل مشهور كان بيصدر الماشيه دي كلها، مات في النهايه. الحكومه دي عملت له ضغط وسكري وعملوا له، جاءوا في النهايه يمكن هارت اتاك ما بعرف، المهم في النهايه توفى ربنا يتقبل ويرحمه. انت ده انا بسالك سؤال، انت يا جيل مان سيخ مان، انت الان اصبحت الرجل الوحيد حصريا عندك الحديد والسيخ. جبته كيف؟ ما نحن ده نسالك جبته كيف؟ جبته كيف؟ تعال نقعد في الارض تحت ورينا جبته كيف. جبته كيف؟ انا بسالك سؤال، انت جبته كيف؟ انت لانك شريف؟ لانك عرضت الانغاز؟ لو الناس بيتكلموا عن معارضه الانغاز وبيتكلموا عن كبت الانغاز، انت عملت قروشك كيف؟ ما الانغاز 89 فصلتك من الكهرباء. الكلام اللي اتكلم عنه ده كله حقائق وخليه يجي ينكره. 89 كنت موظف في الهيئه القوميه للكهرباء وفصلتك الانغاز بالتمكين. فصلوك ادوك حق فصل وقال لك امشي لحد 89 ما كنت عندك شيء. اسواق ام درمان هسه الاسواق بتاعت ادوك لا دي ما اداك لا المتعافي، تعال جيب العقودات حقتك اتطرحت في مزاد علني. انا بسالك سؤال، عملتها في مزاد علني؟
انت لحد ما قامت الانغاز دي فلينتك واحده وقميصك واحده. بالله بلاش قله ادب معاك بالله. في زول كان موظف في الكهرباء يكون عنده مليارات الجنيهات، انت موظف ما عندك علاقه لا بالسيخ لا بالاسمنتي، ما عندك بها علاقه اصلا، دي ما عندك بها علاقه. انت خشيت العالم ده بعد ما فصلوك من الكهرباء، بعد ما جيت اتملقت لك كيزان. وجابوك ليه؟ جابوك لانه مؤتمر الطلاب المستغلين اشتغلوا بيك شغل. اشتغلوا بيك شغل. جابوك لانك انت ضد اشتغلوا بيك شغل. وجابوك باسم المؤتمر الطلاب وجيتوا باسم الحزب بتاعكم بتاع المؤتمر السوداني ده، اللي اصلا كنت دايين تسموه المؤتمر السوداني. بالمناسبه اصلا المؤتمر السوداني ده تسميته اصلا اقترحوها دايين يسموه المؤتمر الوطني بتجربه جنوب افريقيا، لكن سبقهم بها المؤتمر الوطني المحلول شال منه الحزب المؤتمر الوطني، عشان كده قاموا سماه المؤتمر السوداني. لكن اصلا الحزب ده لما يتاسس على انه يكون المؤتمر الوطني، تاسيسه انه ده يسموه المؤتمر الوطني، لكن المؤتمر الوطني وصل معه لتفاهمات انه والله الاسم ده نحن دايرين نشيله. انا اوريك تاريخك له كله. اسواق ام درمان دي اداك لها المتعافي واخذتها بعقد 30 سنه وبعقد زهيد جدا، لانها كانت اراضي ما كانت مشهوره. وانت عارف اسواق ام درمان دي عملوها لصالح منه؟ عملوها لك لصالح انه السوق الشعبي بتاع ام درمان بتاع الملابس ده كله يشيلوه يحولوه يجيبوا لك عندك في اسواق ام درمان. اخذتها كيف؟ بس انا بسالك، بس انت اطلع برر للناس دي. اسواق ام درمان دي اداك لها المتعافي، ادوك لها الكيزان. نحن دايرين لجنه ازاله التمكين تمشي دي 400 دكان، انتم مش شغالين اراضي واراضي واراضي وملفات بتاعت فساد، ما عندك 400 وشويه دكان. اسواق ام درمان اخذتها كيف بالمتعافي؟ اداك لها. والله ما اخذتها لا اخذتها في لا طرحها في عطاء عام ولا خضعت لاي شروط، اخذتها بكم انت والمتعافي. جابوه هسه بتتكلم عن المتعافي، تقولوا المتعافي فاسد وتقولوا الكيزان فاسدين، ما انتوا افسد منهم. اخذتها كيف؟ اخذت توكيلات السيخ كيف؟ سؤال، اخذتها كيف؟ انت بقيت ما انت شوف الانغاز بتصنفك يا اخي. نحن قاعدين نقولها والكلام ده قاعدين نقوله مليون مره يا اخي. نحن ديل الشينين ديل اللي هسه بتقول علينا كيزان ديل، الوظيفه دي ابو لنا بقى، ابو لنا بقى. قالوا ما نوظفكم في الدوله دي. كيف ما توظفونا؟ ما نوظفكم، انتوا ناس انتي ممكن تقلبوا الدوله من جوا، ما نوظفكم. انت ادوك المال كيف؟ انت ثروتك 3 مليار وشويه. انا بس بسالك 3 مليار وشويه دي جبتها كيف؟ والله بسالك يعني. انا بسال ابراهيم الشيخ الان والسنابل خليه يطلع يبرروا 3 مليار وشويه بالتاجر في السلاح. انت ما عندك تجار السلاح مع غزه، اللي قاعد يودي سلاح غزه منه. الملف ده نجي نبشكوا لك، والله نجي نبشكوا لك يا ابراهيم، ما في مشكله، نوريك شغل تجارتك بتاعت السلاح الفتح لك قاعد تتاجر سلاح منه. وجاي تتكلم تقول لي والله الكيزان بقوك انت زول. الكيزان بقوك انت زول، ما انت مريم. ما انت هسه قاعد تحاكم لك زول قاعد. هسه انت بتقدر ترفع راسك ابراهيم الشيخ، انت بتقدر ترفع راسك قدام البشير؟ انت بتقدر ترفع راسك قدام قوش؟ انتوا في السنابل انتوا ما اتفقتوا مع صلاح قوش ان يوم 22/1/2019 ما اتفقتوا مع قوش ان يوم 22/2/2019 عمر الدقير يبقى رئيس وزراء السودان؟ ما اتفقتوا على الخطة بتاعة الانتقال انه يسلمكم البشير كامل صلاحياته وتنتقل الى رئيس وزراء هو عمر الدقير. صدق يوسف الصادق المهدي الله يرحمه، لكن مريم قاعدة، المنصورة قاعدة، اسألوها. جيبوا صدق يوسف، جيبوا البحثيين، جيبوا الناس اللي كانوا اسألهم، قول لهم انتوا اتفاقكم كان شنو؟ انت عمر الدقير كان ده يجي بكره رئيس وزراء يوم 22 ليش؟ سؤال بس اسألكم، جايين الليله انت تفتشوا فينا؟ احنا معارضين، احنا سقطنا الانغاز. اكتر زول يتضرر من سقوط الانغاز انت يا ابراهيم الشيخ. في خضم الازمه دي مشتري لك تانكر بتاع وقود، تانكر بتاع جاز
في خضم الازمه الناس واقفين في الصفوف، ما لانك زول انتهازي، ما دي انتهازيتك اللي عملت بها القروش. اولاد الناس ما قادرين يقروا، انت ولدك بتانكر بتاع عقود وجاي تتفاخر انه بقروشي انا جبتها من وين؟ اذا شوفوا، اذا القروش اللي عملها ابراهيم الشيخ دي بالكلام اللي انا قلته ده صح، معناته الانغاص صح. بس معناته الانغاص صح. اذا انت يا ابراهيم الشيخ بيدوك الامتيازات، بيدوك حق استيراد ناس علي كرتي اللي هم الكوارتا دول هم الوحيدين اللي قبل ما يخش ابراهيم الشيخ اللي كانوا مسيطرين على السوق بتاع الاسمنتي والسيخ، معروفين الكوارتا. خش ابراهيم الشيخ ده هو اللي استلم، بقى هو فوق. اللي بيورد الحديد للجهاد منه؟ جهاد اللي بيورد له الحديد منه ابراهيم الشيخ. سامعني ولا ما سامعني؟ اللي بيورد الحديد للجهاد منه؟ ادوك حصريا حق توريد الحديد للجهاد. كيف؟ ما دايما نعرف. انت ما زول طابور خامس، انت ما زول معارض، ادوك الحق ده كيف؟ 3 مليار ثروتك، 3 مليار. هسه عليك الله ما تخجل يا جيل مان. انت اول حاجه بتعمل جيل مالك، انت قايل نفسك صغير. انت مولود سنه 56 يا حاج، 56 يعني 56 هناك 44، عندك 64 سنه. مولود 56 خد لا 4 هناك بتلقى 60 زائد 44 زائد 20 64 سنه يا ابراهيم الشيخ. بتخد جلمان مالك. الجلمان اللي هسه قاعد تخد ده ما قاعدين يجيبوا لك الكيزان. انت مش قلت البلد دي ماسكينها الكيزان؟ انت هسه الكيزان كان بكره وقفوا الجلمان، بتخد جلمان وين يعني؟ مالك بتحب يعني؟ مالك بتحب دار تتزوج تاني؟ مالك بتحب؟ ما عيب تحب، ما مشكله، ما ربنا حلل لك 3 4 5، لكن ما تتفخشر. الاسلاميين لما جو قعدوا 89 شاوروك انت، قال لك نحن دايرين نقعد 89، ما جابوك شغلوك دلوكا. اول مؤتمر جابك انت عملوا لك منه؟ كده نسالك، اول مؤتمر جابك انت عملته وين؟ اول مؤتمر انت ذاتك جابك عملته وين؟ جاي الليله تتفخشر تقول لي ما انت اكثر زول فاسد. نحن لما قاعدين نقول الفساد الفساد الفساد، القاعد يحمي اسامه داوود. هسه سؤال بيحمي في اسامه داوود؟ المشى لأسامة داوود شال منه الضريبة حقتها 21 منه. انت عشان تعرفوا ذاته رجل جبان كيف ياخذ ثروتك 3 مليار والحكومة مزنوقة. ما تدي الحكومة؟ هسه انت تبرعت للدولة كم؟ سؤال ما نسألك عشان نقول زكيت مالك ده، اتبرعت كم للحكومة؟ يا جيل مان اتبرعت بكم؟ الحكومة مزنوقة دايرة قروش. مشى لأسامة داوود عمل معاه ديل، أول مرة تحصل ذاته في التاريخ، تمشي تشيل من زول ضريبة 2021 وهي ما جات 21. أنت عارف الزول ده 21 بيصدر كم؟ لأنه كانوا مزنوقين لهم في 15 مليون دولار. مشوا لأسامة الشيخ بجاي سواء معه وقال له خلاص نحن نسجل لك. ولا عمل الكلام ده إبراهيم الشيخ؟ لو في دولة حقيقية، لو في فساد حقيقي، لو في لجنة حقيقية بتاعت محاسبة فساد تحاسب جيل مان ده، سيخ مان ده تحاسبه هو. جاي الليله تتبجح تقول لي الاسلام. شوف عندك انت اشكاليه، ما تقول اسلاميين، قول مؤتمر وطني. عندك مشكله قول مؤتمر، لكن انت لانه ما عندك مشكله مع المؤتمر الوطني ما بتقدر تجيف. انت هسه بتقدر تجيف في وش واحد فيه ما بتقدر تجيف. لكن انت ما تجي تمرر اجنده الامارات واجنده نحن ما في زول. نحن شوف السودان ده ما هو اثنين، يا يتحكم بالبندقيه يا يتحكم بالانتخابات، واختار واحد بس. واما الرجال فنجفى في فعلها لا في الكلام. دارين انتخابات، ديك صناديق الانتخابات، وذاك الحشاش من شبكته. ده انت السودان ده عنده خيارين انه يتحكم، يا يتحكم بالبندقيه يا يتحكم بالانتخابات. انت عندك خيارين واختار، يا تختار البندقيه يا تختار الانتخابات، وبعد ذاك تعال نوريك الحشاش من شبكته. لكن ما تيجي تقعد تتبجح لي نحن والله عملنا وسوينا. قاعدين يحموا شله بتاعت فساد، اسامه داوود ودي مرغني ما بعرف مو دي كلها شله بتاعت فساد. ليه لجنه ازاله التمكين ما خشتها؟ ليه؟ هسه لجنه ازاله التمكين تفصيل لها 84 موظف. هسه الموظفين بتاع الاعلام ديل ان نفترض انهم كيزان، يعني عملوا شنو؟ مجدوا الدوله. 84 موظف بتاع ديل، ال 210 مستشار ديل ان نقول والله كيزان عملوا شنو يعني؟
انت قلت مستشارين، ما قلت قضاء، ولا قلت. في فرق بين المستشار وفي فرق بين وكيل النيابه وفي فرق بين القاضي. ود نافع عنده قطعه ارض ما تشيله تدخله السجن، ليه لا ود نافع؟ لا ليه؟ سؤال ليه ود نافع اكل قروش البلد؟ لا في برا ليه؟ لكن لانه كذب وجاي دار تتبجح تقول لي والله السودان ما بيحكموا الاسلاميين. نحن شوف نحن نحكم بالديمقراطيه دي، وهسه نتحداكم نمشي انتخابات. هسه تقول لهم انتخابات بيجروا العسكر بيتجقلبوا مالكم. انت مش دار تسحق الاسلاميين، دار اسحقهم بالانتخابات. دار تسحقهم بالسلاح ذاك، يلا مرحب حبابكم. ما بنبدا نحن، لكن ابدوا انتوا. ابدوا انتوا انتخابات. هسه نتحداك امشي انتخابات. والله يا ابراهيم الشيخ ما سقطت في بيتك انا تاني ما اتكلم معك. اولادك ما يصوتوا لك، مرتك ما تصوت لك، عشان الجل ما انا قاعد تغطه في راسك ده. كمان نجيبها لك. تعمل انتخابات مرتك ما تصوت لك. خلي الشارع الا تغسل الجيل مان ده، لكن ما دام ما اخذت الجيل مان مرتك زي ما بتصوت لك. انتخابات شنو انتوا بتمشوها؟ تمشوا انتخابات، امشوا انتخابات. لكن ما تقول لي والله الاسلامي ما بيحكم السودان. انت منو عشان تحدد انه منو يحكم ولا ما يحكم؟ انت منو؟ هو حزب ده ذاته عملوه مؤتمر السودان ده، قال لك عملوا له شنو؟ ما عملوا الناس الجهاز. هو فوقه منو؟ نوريك فوقه منو؟ وهسه مؤتمر السودان ده عضويته من وين؟ ما عملوه بديل للحركات المسلحه. نوريك عملوك كيف؟ ما انت عملوك بخطه ان المؤتمر هسه ما كل المتابعينك ما كل الفولقنايات بتاع دارفور وكردفان. هسه المؤتمر السوداني ده عندهم منو في الشرق؟ عندهم منو في اصلا هو عمله صممه كده عشان يجيبوا فوق دارفور وكردفان، بدل يمشوا الحركات المسلحه تحتوين انت السنابل. هسه المؤتمر السوداني ده وين؟ وجوده وين؟ شغال وين؟ منو اتبعه؟ مع كردفان ودارفور كلهم فلونجايات ساكت يعني. ناس بتسوقون كده يعني. هسه المؤتمر السوداني ده عضويته في الشمال كم؟ سؤال اسالكم كم يعني؟ عضويته في الشرق كم؟ عضويته في الخرطوم جوا كم؟ انتوا عملوكم جابوكم ناس دارفور وكردفان لانه كانت الخطه كده انه الناس لو خليناهم يمشوا الشعبي، بدل يمشوا الشعبي نعمل لهم حاجه في الوسط. جابوا المؤتمر السوداني ده، الفكره حق المؤتمر السوداني. ولذلك الان المؤتمر السوداني كله الليدر معروفين من وين، لكن كل الاتباع والفلق كلهم جايين من هناك. ما تتكلم. فانت ما تصرح عشان لانه السفير البريطاني صرح ولا غيره صرح. البلد دي بالعنجهيات ما بتمشي. عشان نوريكم البلد دي بالعنجهيات ما بتمشي. انت الليله قاعد فيها سنه ونص، غلبتك تداويرها. انت غلبتك حاجه فيها كده قاعد طوبه فيها ما قدرت تحركها بقروشك. انت قال لك ازمه البلد دي قروش، ما عندكم قروش. انت لو زول وطني عندك 3 مليار، عندك 3 مليار وشويه، دي ثروتك، دي قدروا عليك. يمكن تكون اكثر من كده. مساهم في الاقتصاد في القومه للسودان. ابراهيم الشيخ دفع كم؟ سؤال، ابراهيم الشيخ دفع كم؟ يا اخي مني امس قال لكم انتوا بتتكلموا عن، قال لك من لم يشارك في حكومه الانغاز من الاحزاب اما توفى قبل 89. ده ما تصريح مني امس. منو ما شارك؟ ما هو سؤال منو ما شارك، بس منو ما شارك؟ انا ما هسه ده كلام مني ده. قال لكم يا يتوفى سنه 89 او فر هاربا او لم تلته امه. كلهم اكثر الناس عداء الليله، اكثر الناس عداء. وما بعرف الانغاز دول هم اكثر ناس اكلوا في قروش الانغاز. ليه؟ لانه خايفين. مش بيقول لك اكثر المواقف تطرفا، ما بعرف هي اكثر المواقف اكلتوا قروش. ما انتوا الليله هسه احزابكم دي كلها بقحوتكم دي بشخوصكم دي. يقول لي منو ما شارك الحكومه؟ ما قال لكم مني، لانه مشيت قلت له والله يا اخي انت كنت مساعد في الرئيس، شاركت. قال لك هي انا شاركت وجيت باتفاق سلام. لكن منو ما شارك؟ السنابل منو ما شارك؟ هسه انتوا ما قاعدين تاكلوا من خير الكيزان. هسه السنابل والشيوعيين وغيرهم والجوطه، انتوا خيركم الهسه بتاع دوركم، خير عرباتكم، ما خير الانغازي. عشان كده ما بتقدروا تحملوا لهم، ما بتقدروا تقدموا لكم زول في محاكمه. تحدينا قلنا لك قدموا محاكمه. بتلف في ناس وجدي صالح بجايه بتطلع. هسه صلاح مناع ده الهسه قاعد يطلع ده، خليه ابراهيم الشيخ. هسه انت ذاتك صلاح مناع عملت قروش كيف؟ ما سؤال، عملت قروش كيف؟
سؤال بس، انت عملت قروش كيف؟ قروشك دي ما عملتها في الانغازي 2005 لما تم توقيع اتفاقية جوبا، ما جيت مع مني ومفروض انت تكون مساعد. هو كان جمع مني عشان يبقى هو المساعد، ما كان داير مني يبقى المساعد، لانه زول دكتور ما بعرف بتاع الصيدله عامل فيها هو الزول الفاهم، جمع مني عشان يبقى ما بقى. لكن اللي عنده ثروه مليار عملتها كيف؟ ما سؤال عملتها كيف؟ ما من حقنا نسال لجنه ازاله التمكين تسالك انت عملتها كيف يا اخي؟ يا اخي انت اصلا ما المفروض تكون عندك قروش، لانه اجتمعت فيك 3 اشياء ما اجتمعت في اي زول اصلا. لا يمكن تكون في الانغاز عندك قروش، وما هقول ال3 حاجات دي عشان الناس ما يزعلوا مني، لكن اجتمعت فيك 3 اشياء، وال3 اشياء دي اي زول يمشي عايل لها كده اصلا قبيله ما بعرف وضعك ذاته. انت ال3 حاجات دي انا ما هذكرها احتراما للناس عشان ما اطلع برا المود، لكن احتراما للناس انت فيك 3 اشياء ما المفروض تعمل قروش. جايين الليله تتكلموا لانكم كلكم فاسدين. انتوا راس الفساد. بتقولوا لي مني انه مني ده انت تحدوا مني انه شارك، مني شارك. وجبريل في يوم من الايام كان جزء من الانغاز قبل الانفصال، كانوا. وانتوا من فيكم ما شارك؟ اطلعوا كحزاب. اكثر الان تطرف محمد مختار الخطيب. اول حاجه امشي رجع بيت الحكومه، بيت الكيزان، وعندك كم بيت زوج عليك الكيزان. انت البشير جاي شال لك فاتحه في زواج بنتك ولا ما جاك؟ هسه كده فتشوا الناس زي كلهم. قول لي في طهور بنتك ولا زواج بنتك ما جاك من ناس الحكومه ما كنتوا بتتباروا بتجيبوا المسؤولين؟ ما كنتوا بتتباروا؟ البشير ده مشى عقد ليكم لبناتكم دول كلهم، يا ريت كان فيهم فايده ذاته. من صيوان لصيوان يعقد لدي ويعقد لدي، ومكلفين الدوله وشايلين بيوت الدوله. الان جايين يتبجحوا يقول لك الحركات شاركت الحكومه، مني كان مساعد رئيس. انتوا ما كنتوا قاعدين في برلمان نيفاشا؟ انتوا هسه ما تخجلوا؟ لما نصاتنا احمد ابراهيم، لما الناس نقد، لما ناس غازي سليمان ما تخجلوا؟ ناس ياسر عرماء لما كنتوا قاعدين في البرلمان ما تخجلوا؟ تاكلوا في قروش الدولة وراكبين في امتيازات الدولة وحامين نفسكم. جايين اللي تقول والله لا مني منو ما شارك، منو ما اكل. انا بس داير زول. هسه انا داير اقول انتوا مش دايرين تحاربوا الفساد؟ مش دايرين تحاربوا الفساد؟ نحن والله اكثر الناس حرصا على محاربة الفساد، لانه ديل ضيعوا لنا بلد، ضيعوا لنا مشروع، ضيعوا لنا حاجات كثيرة جدا. محروقين نحن فساد. لكن دايرين نحاربوا بالطريقة الصح. ما ممكن. ما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سرق القني تركوه، وإذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الفقير أقاموا عليه الحد. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمدا يدها، وحاشا لله إنه فاطمة تسرق. يعني بنت الأكرمين وبنت الأكابر وبنت الأصول ما بتسرق فاطمة، عليها من الله سبحانه وتعالى كل رضا وبركة ورحمة، ما بتسرق. لكن الرسول ضرب ببنته، قال له والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمدا يدها. انتوا الليلة جايين يا أخي ما تخجلوا. عبد الله بشير بعد يموت تبرئ والمحكمة تقول عبد الله بشير بريء من التهم لأنكم قتلتوا الراجل، لأنكم ما بتقدروا تمشوا القضاء. انت واحد في الاثنين، ما تتبنى شعارات انت ما قدرها. انت جيت قلت الثوره حريه سلام وعداله، صح؟ قلت حريه سلام وعداله، صح؟ امسح شعار العداله وابقى دكتاتور، طبق الثوره البلشفيه، ابقى ما بعرف ستايلينج، ابقى اي حاجه سوي الدار تسويه، اقتل زي ما دار تقتل. لكن ما عندك الجرأه تعمل الكلام ده. انت ما عندك الجرأه، انتوا ما عندكم الجرأه، ولا عندكم المروءه، ولا عندكم الشهامه، ولا عندكم الشيء اللي بيخليكم تعملوا الكلام ده. ما تحتموا ورا القانون، ما تحتموا ورا الشعارات بتاعت، ما تحتموا ورا الشعارات بتاعت الثوره. جايين الليله تقولوا ما يا اخي ناس يقول لك لا الشاركوا الحكومه لحد وقت السقوط، هم عشان يبرروها قالوا والله يا اخي نحن كلامنا ده شاركوا الحكومه. خلاص كويس، نسالكم سؤال. الله سبحانه وتعالى في القرآن ده مش قال الخمرة دي ما تقربوها؟ مش الخمرة دي شرعا مش محرمة؟
خلاص ده تحريم، لا يجوز لك انك تشربها لليله لا بكره، لانه جات على حرمه بقت كعبه. الانغاز يا كعبه زي الخمره دي، يا هي حرام. انت شاركت في 89 شاركت الانغاز، جيت 98 شاركت الانغاز، جيت 2000 شاركت الانغاز، شاركت وقت الفرق شنو؟ انا بس دار اسالكم الفرق شنو؟ انت شغال مستشار وشغال في الانغاز وبتاكل حق الانغاز وموظفينك وماخذ واولادك ده كله، قالوا لا الذين ثبتوا مع الانغاز لحد وقت السقوط. الفرق شنو؟ ما حرام، ما كله حرام. هي الانغاز دي في يوم من الايام كانت حلال؟ سؤال يعني. هل الانغاز دي في لحظه تاريخيه من التاريخ يعني كانت حلال؟ انت عشان تجي تبرر لنفسك الشيوعيين واذناب وكل الغول هسه قاعده دي عشان يبرروا لا نحن لحد الناس السقطوا مع الحكومه ديل لا نحن لن نقبل توبتهم. انت لما جيت شاركت الحكومه مش شاركتها برنامج؟ ما سؤال، انت شاركت الانغاز لشنو؟ ابراهيم الشيخ شاركت الانغاز لشنو؟ كان عندك فهم استراتيجي دار تبني قروشك وتصالح الانغاز وتهادين صح؟ ده فهمك. حزب الامه ده ما شارك بعبد الرحمن الصادق وهسه بقى رئيس الحزب، تجقلبوا الانصار تقوموا تقعدوا حتى الانصار ذاته ما بقبلوا ليه غير ود الصادق. ما ود الصادق، ما ود مولانا يا اخي، ده مويه وضوء ساكت. هسه الانصار ده تقول لهم عبد الرحمن الصادق المهدي ده توضى، هسه مويه وضوء ساكت. تبقى مع الازمه الحاليه دي دار تعمل قروش، امشي شلك باغات وكف فيها مويه، امشي دارفور قول لنا ده هسه انا جاي من بيت المهدي. السيد عبد الرحمن الصادق المهدي يتوضى هنا والله تبيع ذهب، مالك جاري ماشي ابار ذهب وما امشي اعمل لك باغات مويه، امشي كردفان هناك، امشي النيل الابيض قول لنا المويه اللي انا شايلها في الباغات دي مويه مولانا عبد الرحمن الصادق المهدي كلهم بيتوضوا بها ما عندهم مشكله. امشي شيل لك تراب ساكت قول لنا ده التراب ده انا جاي هسه من قبه الامام، ده تراب قبر الصادق، بتبيعوا بقروش. جايين الليله تتكلموا عن لانه دي عدم اخلاق يا اخوانا، ده عدم اخلاق. انت لانه تفتكر انه الدوله قالت لك انت ما انت الدوله ما جبتها، لا جبتها بضراعك لا جبتها بانتخابات، ما يخلوا عليك كيف يعني؟ ما هو سؤال انت قاعد تقول الكيزان الكيزان كان مشوا ناموا في بيتهم وخلوك يبقوا اغبياء. اقول عليك بالواضح كده، لو هم الكيزان مشوا ناموا في بيتهم خلوك يبقوا اغبياء. انت لا دار تعمل ديمقراطيه ولا دار تودي البلد، دار تقعد تحتكر البلد، دار تتمكن في الاقتصاد بتاع البلد. يا اخي يا ريتك لو كنت حريف، يا ريتك لو كنت حريف، يا ريتك لو كنت مشيت الاقتصاد. يا اخي الليله القحاحيت دول امنيتهم الدولار يبقى 230 جنيه، هسه الليله لو الدولار 230 جنيه صفحه القحاحيت كلها الدولار نزل. بالله الليله امنيات النظام القاعد ده يوفر جالون بنزين ب 200 ب 560 جنيه، دي امنيتك الليله توفر للناس رغيف ب 10 جنيه ما لاقينه، دي امنيتك انت. ما ده مستواكم يا اخوانا. عبد الرحيم دقلو طلع قال شنو في تصريحاته، احنا عشان نكسب الزمن ما عبد الرحيم دقلو قال انا من الخمسه الكتبوا اسمي وشطبت اسمي. عبد الرحيم ده اعتقل الرئيس، عبد الرحيم دقلو ده اعتقل الرئيس، عبد الرحيم دقلو ده من الناس اللي عملوا التغيير، هاي ما بننكره، ده حقه. وكان جيتوا تقسيم كيمان كده عبد الرحيم دقلو ده يقعد في مجلس السياده، المفروض يكون رئيس البلد ذاته، ما حقه. انتوا هسه البلد دي سايقينها بشنو؟ انا بسالكم بس يعني انتوا سايقينها بشنو؟ ما انتوا الان قاعدين تتفرعنوا انه نحن سقطنا البشير، ما انت خلاص انت ما قاعد تقول والله يا اخي شله صعاليك 4 5 الان جايبين لهم وزير، شله احزاب كلها كان دخلتها في عربيه. عبد الرحيم دقلو ده كان جاب قبيلته ساكت بكره بتملى الخرطوم، ده زول عنده ظهر مسنود، زول يعني ما خلاص انتوا لانه التصنيفات دي ليه؟ ما هو الزول ده لما طلع قال لك انا من الناس اللي اعتقلوا البشير، وكان ما عبد الرحيم دقلو انت يا هوان كنت حاجه؟ سؤال. ما هي الموازين كلها مختله، انتوا بتعيبوا انه عبد الرحيم دقلو صرح ده زول عسكري. الثوره دي لما قامت المفروض عبد الرحيم دقلو ده سيكون قاعد يسرح ببقره في دارفور، اقلها يكون شغال سبابي ولا يكون دي الثوره لما قامت. عبد الرحيم دقلو ده
لما قامت الثورة مفروض يطلع الكاكي حقه ده، لأنه الثورة قامت عشان تعيد موازين العدل. الثورة لما قامت قالت عشان نحن ماشيين لبناء سودان حديث. عبد الرحيم دقل هسه قاعد ده نائب أمير المؤمنين وأخو أمير المؤمنين حفظهما الله في حلهما وترحالهما. ديل لما قامت الثورة وضعهم الطبيعي انه يسلموا الكاكي ويخطوا الكاكي ويرجعوا يمشوا يشتغلوا تجارتهم، يمشوا يشتغلوا. انتوا اللهتوم وجبتون وطلعتون في الكفر فوق. الليله جاي انت كنت تقول عبد الرحيم دقل ما حقه. الدعم السريع ده الليله ما منتشر في الدنيا دي كلها. الدعم السريع ده كده اسالهم قول لهم ما خش بيت منه. القحاحيد ده ما كلهم جيبون. الافلس بالدعم السريع منه. هايتو الفلس بالدعم السريع منه. ما اكلتوا قروش الدعم السريع انتوا. مين اللي عنده مناسبه اجتماعيه ما دفع للدعم السريع؟ مين؟ انتوا ما اكلتوا قروش الدعم السريع؟ جايين الليله تعيبوا عبد الرحيم دقل يطلع في تصريح من حقه يقول الكلام ده. ما في دوله. في دوله؟ نحن نسالكم في دوله؟ ما في دوله. انت بنيت دوله؟ انت ما بنيت دوله. إذا كان بالتلبوشي وزير الشباب والرياضة شكلا ومضمونا ذاته المفروض تلقى وزير الشباب والرياضة، ولم تفهم ذاتي في الشباب والرياضة، لكن وزير الشباب والرياضة لأنها حزب جمهوري هم كم؟ 10 نفر. فيصل محمد صالح ناصري وزير الإعلام الآن. آخر من يعلم في البلد الدخل وخش الناطق الرسمي باسم الحكومة، ده مفروض يكون هو ملم بكل التفاصيل. هم كم الناصرين؟ كم الناصرين؟ سؤال كم في كم ناصري؟ فيصل ده عنده كم ناصري؟ ما وزير. القراي المحكوم عليه بالاعدام الان بيكتب في مناهج الناس رجل فاسق وفاجر، وانا ما اقدر اقول اكثر من كده بس، لكن فاسق وفاجر يعني. الان بيتحكم في البلد. ليه عبد الرحيم ده قالوا ما يقال؟ ليه ما يخش المجلس؟ ليه ما يخش مجلس شركاء الحكم؟ ليه؟ وليه ذاته قام مجلس شركاء الحكم؟ هو ذاته مجلس شركاء الحكم ده قام ليه؟ انتوا ما تتكلموا عن الاعراض، تتكلموا عن الاساس، تتكلموا عن اساس المرض. اتكلموا عن اساس المرض، اتكلموا عن اساس الداء. هو طلع لانه هو قال لك انا جيت، لانه هم لما يقعدوا كل زول بيتكلم لحزبه، وكل زول بيتكلم لقبيلته، وكل زول بيتكلم لجماعته، ما في زول داري يبني سودان قومي. هو حميتي ده لو حس انه البلد دي بلد قوميه والاحزاب اللي حوله كانت رشيده كان بيرشح اخوه؟ ما كان رشح اخوه، لكن رشح اخوه. لانه الليله في 3 مدراء جامعات اسره واحده. وزيره التعليم العالي عملت شنو؟ سؤال عملت شنو؟ عينت كم؟ عينت كم مدير جامعه؟ في كم واحد جا عين بنته واخته؟ ما جيبوا كشوفات حقت التعيينات. ما كلكم شغالين تعيين قريب ده وقريب ده وقريب ده. بقت الليله حرام على دقلوا قال دقلوا. ما هي الدوله من اساسها غلط. اذا كانوا السياسيين المعنيين ببناء الدوله، المعنيين بالتصافي، المعنيين بالسمو فوق ذاتهم، المعنيين فوق ذاتهم المفروض يسموا فوق الكلام ده كله، هم الان جارين ورا المغانم ورا المصالح. انتوا الان بتعيبوا على ده. فهموا شنو؟ وفهموا شنو؟ والسؤال فهموا شنو؟ ما عنده فهم. هو ذاته مفتكر انه مجلس شركاء الحكم ده هو فاهم كده خلاص. نحن ازمتنا وين يا اخواننا؟ عشان نبقى منطقيين، ازمتنا وين؟ طلع برهان بهناك قال لهم نحن سنه كامله فشلنا، الحكومه تكونت، وقال عام من تكوين الحكومه والتجربه اثبتت العجز الكامل عن تحقيق تطلعات الشعب. يا برهان ما فاشل قحط، فاشل انت. بكلامك ده اثبتت انك انت فاشل. بكلامك ده اثبتت انك فاشل، وقحتي ما فاشله براء، انتوا كلكم فاشلين كمنظومه عسكريه وكمنظومه امنيه، وديل الهوانات ديل قاعدين يعيشوا في البلد لانكم حامينهم انتوا. لجنه بتاعت ازاله التمكين بتطلع بتمزق القانون، فريق في الجيش طالع قدامها ياسر العطا، فريق في الجيش السوداني، الله يرحم الجيش السوداني. انتوا لو انتوا كنتوا محترمين، لو انتوا كنتوا امينين، ده انتوا مروا الثوره البلد كان عبرت. البلد 85 كان فيها رجل امين اسمه سوار الذهب،
لا الليلة تمشي في أي محل في العالم سوار الذهب ده نموذج الليلة. أمشي الخليج قول له أنا جاي من سوار الذهب، لأنه الرجل كان يمثل المؤسسة العسكرية خير التمثيل. أنت جاي تتباكى إنه ما خلاص فاشلين، أمشوا يا أخي. يا أخي أنتوا ما فاشلين، دي ما تتغلطوا فيها نفرين. شافع الروضة بقول لك أنتوا فاشلين، لكن أنتوا فاشلين مصرين على القعاد ليه؟ ليه؟ سؤال قاعدين لشو؟ برهان كلام برهان ده مضمونه انه انقلاب على قحط، ده مضمون الكلام الزول اللي بيقرا تحليله انه مضمون لانقلاب، لكن مش القضيه قضيه مضمون، لانه هي قضيه انه والله مزيد من التركيع. مش انتوا طلعتوا وقلتوا المجلس شركاء الحكم ما بمثل، انا خلاص بقول لكم انتوا هيعملوا شنو؟ هسه هيعملوا شنو؟ هسه بعد تصريح برهان امبارح حصل شنو؟ بعد تصريح برهان امس حصل شنو؟ ما كلهم بيجروا لبرهان، كلهم الان جارين تحت جزمه برهان، لانه عارفين مصيرهم مربوط ببرهان، وعارفين ممكن بقاهم هم الان بقاء هذه الشله مربوط بالعسكر ده، والعسكر جايبينه خاتينه لانه قاعد يتفرجوا فيهم، لانه العسكر عشان يستمر في المشهد ما بجيب زول وطني. العسكر ده عشان يستمر في المشهد، عشان يستمر في المشهد ويدفن في البقيع الله يرضى عليك، وعملوها له انه يدفنوه في البقيع، لانه ده اكراما له لمواقفه الوطنيه، انه رجل كان وطني ما انحاز لنفسه. جايين تتكلموا عن فشل، ما انتوا الفاشلين، البلد دي ما فشلتوها انتوا، بلد ضيعتوا فيها كل حاجه، ضيعتوا فيها فرص ثمينه جدا بتاعت انه تطلع وتمشي كله ضيعتوه. جايين الليله في تصريح ما بعرف انه ديل فاشلين وسنه فاشلين. برهان بيقول الكلام ده عشان داري يخاطب في بعض بيطلعوا والله برهان ده قال كلام كويس. برهان ما بيلقى احسن من نيل، برهان ما بيلقى احسن من حمدوك، وقحتي لن تجد احسن من حمدوك. الهدف شنو؟ الهدف انه الناس قاعدين ياخذوا في موارد البلد، سرقوا البلد، نهبوا البلد، ما انه شغله. الليله طلع وكيل وزاره النفط الشيوعي سليمان حامد. سليمان ده وكيل وزاره النفط، ده زول مشهور شيوعي، خدته في وكيل وزاره النفط لانه شيوعي. طلع الليله قال عندنا اختلاصات في وزاره النفط ب1 مليار و211 مليون دولار. ده الكلام ده الليله قالوا وكيل وزاره النفط الاختلاصات في وزاره النفط 1 مليار و211 مليون دولار. دي وزاره النفط يا اخوانا، تكلم عن وزاره النفط 1 مليار و211 مليون، والناس واقفه في الصفوف ما لاقيه وقود. والفساد ده حصروه قالوا في شهر 10، وهم فصلوا كل المهندسين، جو بجرد قلم فصلوا كل المهندسين، قالوا ده الكيزان جابوا ناسهم هم. يعني المهندسين اللي عملوا الاختلاصات دي ما دي مس مهندسين، دي عقودات بتاعت استيراد النفط والحاجات كثيره جدا. 1 مليار و211 مليون. انت عارف 1 مليار و211 مليون دي ممكن تبني نهضه للسودان؟ انتوا عارفين انه الان 1 مليار و211 مليون اللي دي اختلاصات في وزارة النفط، فيها زيها في وزارة الصحة، وزيها في الخارجية، وزيها في المالية، وزيها فساد. واحد امس زعلان مني في تقرير المراجعة العام. يا اخي عندي انا تقرير المراجعة العام ما يطلعوا ينشروا. عندي انا تقرير، سؤال، انا عندي تقرير مراجعه العام؟ انا ما عندي تقرير مراجعه العام. تقرير المراجعه العام ما عند المراجعه العام. ليه تقرير المراجعه العام 2019 2020 ما طلع؟ ليه ما طلع؟ سؤال، ليه ما طلع تقرير المراجعه العام؟ لانكم انتوا فاسدين. اذا كان وزاره واحده الفساد فيها 1.25 مليار، دي وزاره واحده، وزاره النفط اللي قاعد على راسها شيوعي، وكيل وزاره النفط شيوعي، والوزير ذاته ما بعرفه يقال شيوعي لكن ده زول شيوعي. وقس على ذلك البلد كلها. دارين السودان يتقدم؟
هو دمر الدولة شنو؟ هتدمر البلد الآن شنو؟ ما دمر الفساد، ما دمر فساد كنا. وما تستحوا من الله سبحانه وتعالى جايين إسلاميين ما يحكموا بلد. أنا والله بختم بس بحاجة بقولها للشيوعيين وبقول لإبراهيم الشيخ وبقولها لديل، أمشوا انتخابات، أعلن انتخابات بكرة بس، أعلنوا انتخابات بكرة في البلد، وما تعلنوها بكرة، أعلنوها بعد 10 سنة. في النهاية تعلن انتخابات ولا ما تعلن انتخابات؟ والله الشعب ده يلقينكم فيها درس عمركم ما تشوفوا. الشعب الآن، الشعب السوداني ده يلقينكم درس عمركم ما شفتوه. وعارفين رسالة الشعب السوداني الآن شو. والليلة بتجقلبوا ما دارين الناس يطلعوا، دارين تغيروا الشعارات بتاعت انه والله الناس طالعين، الشباب طالعين يوم 19 قالوا والله تغيير ما بعرف حمدوك وبتاع. الشارع ده، الشارع السوداني ده هو صاحب القرار، كويس. هو صاحب القرار، هو اللي بيقرر. لكن هيدوس كندوس للأمانة والتاريخ، سيدوس كندوس. والله وقتها أنا وقتها يمكن تمشي بس خلوها كده على الله. لكن هيدوس كندوس بفسادكم وبوسخكم وبسجمرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح على البلد، أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يصلح حال البلد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبدل البلد دي خيرا، وأنه يجنب البلد دي الانزلاق في الفوضى والانزلاق في الحرب والكلام. الكلام بتاع جوش ده أنا سامعه في زيك كده في الإعلام، إنه والله الزول لا، لكن كلام ما صح طبعا. لأنه لو في حاجة زي دي ما بتتدسى. إذا في حاجة إنه والله يتعرض لاغتيال ونقلوا الإمارات، ده كلام سامع أنا في الإعلام، بيكون فاكينه القحاطة ديل. لكن ما بكل الحسابات ما صح. لأنه جوش أصلا جوش قاعد في مصر، ولا يجرؤ أحد على مسجوش في مصر، لأنه مصر بالنسبة له جوش ذاته ثروة قومية مصرية يعني، ورجل عنده ظهر وعنده سند وكده يعني. فهم اصلا اذا هم دارين يقتالوا ما كانوا يسلموا الحكومه عشان يبقى نصر للحكومه. ما انت جوش ده بدل تقول والله سمموه، يعني هسه جوش ده لو ركبوه طياره جابوا الحكومه ده نصري، ده والله مش يوقف مليونيات. ما هسه هم بيعملوا مؤتمر وجه صالح ده ما داري يوقف دارين يوقفوا مد الشارع. انت لو داير الشارع ده ينوم 3 شهور بدون جاز بدون وقود، تقول له جوش تم تسليم جوش. بس اكتب خبر زي ده بكره في الجرايد والله يقول السلطات السودانية او السلطات المصرية، بس انت مش داير تنفذ الشارع ده قول له جوش تسلم جوش. ده تجيبه تدخل الخرطوم تاني 3 شهور لا تاكل الناس ولا تشرب الناس. لجنة اذا التمكين قدر ما تطلع تقول لهم قبضنا جوش 3 شهور، اتليست 3 شهور بتكون شغال بصلاح جوش. قدر ما تحس الزنقة تقول لهم الآن التحريات تجري مع جوش، الآن جوش رهن الاعتقال، تم نقل جوش من سجن كوبر إلى سجن شالامي. ده برابط ده 3 شهور تجيب جوش ده. لو أنت بتفهم سياسة، جوش ده تجيبه من القاهرة تدخله خرطوم دي 3 شهور. 3 شهور لا في زول بيسألك من رغيف، ولا في زول بيسألك ولا في زول بيسألك من مدارس، ولا في زول بيسألك معنويات ساكت. جوش دي 3 شهور الناس بيقول ما ده كلام. أنا أستبعد يعني، أنا أستبعد ذلك يعني، لانه انا ما ظنيت انه منو اللي بيمشي يعمل الكلام ده شغل بتاع مخابرات طبعا. اذا تم بيكون شغل بتاع مخابرات، وده داير له مخابرات خارجي اعلى مستوى المنطقه وفي الخارج وكده. لكن الزول اللي انت بتتكلم عنه ده انت ما عارف قيمته شنو. لو انت عارف قيمته فما ظنيت انه يكون المعلومه، لانه لو معلومه زي دي بتبقى سبق صحفي يعني، الاعلام كله بيجيبها بيتكلم عنها، حتى القنوات هتجيبها يعني. لكن دي ما يبدو انها اشاعه يعني، اشاعه انه والله دارين يشغلوا بها الراي العام المهم ما هي الليله خبر الليله بيقولوش بكره ببلاش. لكن لا اظن انه هذا الخبر صحيح يعني. هم يتمنوا ذلك يعني، هم يتمنوا انه كذا كلهم يموتوا عشان يطلعوا يقول لك والله عداله السماء تحققت والفتاي. لكن ما بيقدروا يقدموا لهم زول محاكمه، ما بيقدروا يودوا لهم زول، دارين انه يموتوا كده بس.
ما هم هوانات يعني، ما زولنا من بلدنا ونحكمها هوانات بيحصل له يعني. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ البلد لحد ما نتلاقى إن شاء الله في لايف تاني، ودكم بعافية.